بسبب المشاكل اللي محوطانا اغلبنا بقى مضغوط نفسيا، وده بيخلي جسمنا يفرز هرمونات اسمها الاسترس هرمون او هرمونات الضغط النفسي. من امثلة الهرمونات ديت الكورتيزول والادرينالين، ودول بيضيقوا الاوعية الدموية ويزودوا احتمالية حدوث جلطات. كمان برودة الجو بتزود لزوجة الدم، وبالتالي مخاطر الجلطات بتزيد اكتر اثناء فترة الشتاء. عشان كده انا جاي اقولك على مجموعة من الاكلات لازم تكون ضمن نظامك الغذائي الفترة دي. مشروب الحلبة، وده ليه تأثير مباشر في زيادة سيولة الدم وبالتالي الحماية من الجلطات. مشروب الجنزبيل بالقرفة، وده ليه تأثير مماثل لمشروب الحلبة. الشطة اللي بتنشط الدورة الدموية وتقلل لزوجة الدم. بذور القرع اللي هي اللب الأبيض، ودي ليها تأثير مباشر في توسيع الأوعية الدموية، بس طبعا لما اشتريه يكون من غير ملح. بذور الشيا اللي بتقلل من لزوجة الدم، ودي هنلاقيها عند كل العطارين، وممكن نضيفها على الزبادي وناكلها. وخلي بالك لو سنك عدى 40 سنة او انت مدخن او انت من اصحاب الوزن الزيادة، لازم تاخد حاجة للسيولة، واشهر دواء هو اسبرين بروتكت 100 ملي، بناخد قرص واحد يوميا. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبك، وشكرا.